النهاردة هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا، احلى وقطع من بتاعت بره كمان، والتكلفة اقل بكتير. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. لو معاكم اكلة معنوش، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعة. اول حاجة معايا نص كيلو من الكنافة، كسرتها صغير قوي كده. لو متلجة في الفريزر قبلها بيوم هتبقى سهلة معاكي قوي، لكن لو مفيش وقت وعايزة تعمليها في نفس اليوم ممكن تجيبيها طازة وتفرميها في الكبة كده لحد ما تبقى ناعمة معاكي قوي زي ما انت شايفة. نزلت عليها بكوبايه الا ربع من السمنه، وهبتدي ان انا افرك السمنه كده في الكنافه كويس جدا. عايزه الكنافه كلها تتغلف بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده، ونفركها حلوه قوي. هاخدها بقى على نار هاديه كده، وابتدي ان انا اقلب فيها من وقت للتاني على البوتاجاز من فوق، وممكن برضو نعملها في الفرن من تحت. ما نسهاش عليها بس عشان ما تتلساش معانا. واهم حاجه النار تكون واطيه كده. خدت لون ذهبي فاتح، هغمقها بس شويه كمان. ما بتاخدش وقت معاكي خالص، ربع ساعة وهتلاقيها اتحمرت كده كلها، خدت نفس اللون. هطفي عليها بقى وكده تمام معايا. هنا هعمل الكريمة، معايا ربع كيلو من الكريم شانتيه. هنا معايا كوباية من المية المتلجة، وهبتدي ان انا اضرب. انا منزلتش بالكوباية كلها، نزلت بنص الكوباية المية المتلجة، اهم حاجة يكون فيها تلج. وهبتدي ان انا اضرب بالمضرب كده على سرعة متوسطة لحد الكريمة بس ما تمسك معايا كده، واشوف محتاجة مية تاني ولا لأ. زي ما انتوا شايفين كده الكريمة تقيلة، هنزل بنص كوباية المية التانية، وابتدي ان انا اضرب برضو ايدي فيها ما نوقفش خالص كده. بعد 5 دقايق بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا محتاجة سوائل تاني. عندي هنا بقى مانجا، ضربتها كده في الخلاط من غير اي اضافات خالص. انا عندي هنا الكريم شانتيه بتاعي محلى. لو انتوا الكريم شانتيه بتاعكو خام ممكن تضيفوا سكر بودرة مع الكريمة، او تحطوا سكر مع العصير. وهنبتدي كده ان احنا نضيف شوية بشوية لحد ما نشوف الكريمة عايزة مننا تاني ولا لأ. وابتدي ان احنا نضرب برضو. هنا نزلت باخر شوية، ربع كيلو كريم شانتيه خد مني كوباية مية وكوباية عصير. المانجا دي بجد بتخليها تحفة قوي زي ما انتوا شايفين كده. ما وقفتش فيها ضرب خالص. ده القوام الكريمة اللي احنا عايزينه. خدت معايا كده من 10 دقايق لربع ساعة. هنا الكنافة بتاعتي بعد ما حمرتها، ده عندي شربات من بتاع الكنافة تقيل شوية. هنزل بشوية شوية كده ونقلب. شايفين لون الكنافة ده اللون اللي انا عايزاه، ما نغمقش عن كده. هبتدي ان انا اديها شوية عسل كمان. ممكن بقى بدل العسل دون نضيف سكر بودرة، هيدينا نفس النتيجة برضو لو مش متوفر عندنا العسل بتاع الكنافة. جبت هنا البايركس بتاعي. اول حاجة كده نزلت بطبق من الكريم شانتيه، وهبتدي ان انا افردها كده واسويها. شايفين قوام الكريمة متماسك ازاي؟ ده القوام اللي انا محتاجاه. وبعد كده هنزل بطبق من الكنافة بتاعتنا، بس ما يكونش كتيرة، طبق كده خفيفة. وابتدي ان انا افرد برضو. وابتدي انزل كده بقطع مانجا، قطعتها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. وابتدي برضو ان انا انزل بطبق من الكريمة. ونبتدي ان احنا نفردها زي ما انتوا شايفين كده. اخر حاجة بقى نزلت بطبقة من الكنافة رقيقة برضو مش كتير. نص كيلو كنافة وربع كيلو كريم شانتيه عمل معايا 2 بايركس كده من اللي انتوا شايفينه ده، يعني كمية كتيرة مش قليلة، واحلى من بتاعت بره كمان. هنا فردت اخر طبقة كده من الكريمة، وهبتدي ان انا انزل بقى بقطع مانجا كده على الوش، قطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى عملت روزتات كده من الجنب تدينا شكل حلو، لو متاح مكسرات برضو نزينها من الجنب كده. اخر حاجة بقى زينت المانجا بتاعتي كده بالسيرم بتاع الكنافة او جيلي مانجا المتاح عندك. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة.
لو في اي استفسار عندكم سيبوه في التعليقات وهرد عليكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.